بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. حبايبي متابعين قناة ماما مرحب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون عيد يا حبايب قلبي. النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى هنعمل مع بعض النجريسكو بالفراخ. تحفة زي ما حضرتك شايفة، منتهى الجمال منتهى الشياكة، جميل جدا. اعمليه بنفس الطريقة وكملي الفيديو للآخر، هتدعي لي عليه. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله تبارك وتعالى. هسيبكم ان شاء الله تبارك وتعالى تتفرجوا على الفيديو براحتكم، كملوا لحد الاخر واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو ان شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك يا ست الحبايب، ما ترميش ميه البصل دي، حطيها في كيس في الفريزر، هتنفعك في تتبيله فراخ بعد كده ان شاء الله تبارك وتعالى. ما تنسيش اللايك يا غاليه وتعليق حلو زي حضرتك. يا ست الحبايب، لما تصفي ميه المكرونه ما ترميهاش، خليها في حله نظيفه علشان خاطر احنا هنحتاجها في الوصفه بتاعتنا يا ست الحبايب.
ما تزهقيش يا ست الحبايب من التقليب في الخليط. قلبي كويس جدا علشان خاطر يطلع معاكي الخليط كريمي، ويكون النجريسكو بتاعنا ناجح باذن الله تبارك وتعالى. نجيب يا ست الكل الصينيه بتاعتنا بتاعت الفراخ بعد كده، ونبدا نوزعها على الصينيه بتاعتنا بالشكل اللي حضرتك هتشوفيه. لو وصلتي لحد هنا يا مريم ما تنسيش تحطي اللايك وتكتبي تعليق حلو يا مريم، انتي وبوسي وفاطمه وزينب وهبه والاستاذه زينب طبعا علشان ما تزعلش. حبايب قلبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن، ولو آية واحدة في اليوم، والعمل بها وفهمها على مراد الله تبارك وتعالى. بعد كده يا ست الكل انزل بطبقة كمان من المكرونة زي ما حضرتك شايفة كده. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك، واللي عايزة اسمها يطلع معايا في الفيديو تبقى تكتب لي يا ست الكل علشان اقول اسمها معايا. وكمان يا غالية هنزل بجبنة شيدر، اي نوع متوفر عندي، او اي نوع، مش لازم الجبنة الشيدر، اي نوع حضرتك بتحبيه انزلي بيه. ايه الجمال ده يا ماما رحاب، تسلم ايديك يا بنتي يا ماما رحاب، يا عسل انتي. لو عجبك الفيديو يا ست الكل ما تنسيش بقى بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني ان شاء الله تبارك وتعالى كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.